السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة بقى ادلعكم بشوية سمك واقول لكم على سر الدقة اللي عملت بيها الاصناف الجميلة دي كلها: استاكوزا وشوربة سي فود والسلطة والرز التحفة ده والسمك البلطي والسمك البياض مع البسارية. بجد كان حاجة بسيطة كده هي اللي عملت بيها كل الاكل ده النهاردة. هنحط في الكبة 10 فصوص من الثوم، قرنين من الفلفل، ملح، كزبرة، كمون، بابريكا، وشوية من الزعتر وشوية من الخل، ولو عندك مرقة سمك حطيها اللي هي المكعبات الصغيرة، وشوية من السكر، واكيد الملح. ونقلب كل ده ونخلي الملح زايد شوية. وهنجيب علبة ونحط فيها الدقة دي، والدقة دي تستعمليها في كل حاجة مبستغناش عنها. وهجيب طبق واحط شويه في الطبق ده عشان ما ازفرش من بقيه الدقه اللي في الطبق. وهستعملها لتتبيله السمك، ده البياض وده الاستاكوزا، وتحت اللي هو السي فود. واستاكوزا هنا بنفتحها من الراس لتحت وننضفها ونديها سلقه ونشيلها عشان نشيل الزفاره كلها. والبسارية طبعا برضو في طبق تاني هوريكم برضو بتتغسل ازاي. نتبل كله كده، وعشان صغير ما بحبش افتحه عشان ما يتحرقش. السمك البياض يا جماعه، في سمك بياض وفي قشر بياض. البياض طبعا لحمه اطرى وانعم بكتير عن القشر البياض. هنتبل كله بالتتبيله الفظيعه دي، نتبله كده ونسيبه برضو على الاقل نص ساعه بالشكل ده. وهنجيب الصينيه اللي هنشوي بيها الاستاكوزا في الفرن، وهنحط كده بس التتبيله من جوه. واقول لكم هنعمل ايه تاني. كانت صراحه من الاخر جميله جدا. التنظيف بتاعها كان سهل جدا، من الحاجات اللي ما فيهاش زفاره كتير. هو الحبل زي اللي في الجمبري بنعمله وبنشيله في الاستاكوزا في الحته اللي في النص اللي انا بحشي فيها، والراس تحت الميه كده حاجه خفيفه. بس هنا بقى السر بتاعنا ان احنا هنشيل الرجول دي. هقول لكم هنعمل بيها ايه. سر المطاعم في الرز في الرجول دي. هقول لكم هتعملوا ايه بالرز، وريحته كانت فايحه ما شاء الله. هنا البسارية بنشيل الراس بتاعها ونحطها في مصفى وننزل عليها بالميه، وما نقلبش فيها ونمسكها ندعكها كتير عشان ما تتهريش. ونحط عليها برضك من البهارات سوري من الدقه اللي احنا عملناها دي بتاعه الثوم. تعالوا بقى هنا للرز، بصلايه عشان نصفرها مع حته سمنه وزيت. والرجول بتاعه الاستاكوزا الجميله دي كانت يا لهوي كانت جميله جدا ما شاء الله، كانت مديه ريحه فظيعه. وبعد ما البصل اتعمل بالمنظر ده ننزل عليها بطشه من القوطه كده تفوح لي الدنيا. بص المنظر بقى عامل ازاي. وهننزل عليها بالرز مغسول ومتصفي، ونفضل بقى نقلب لحد ما الرز يتشوح معانا. وهننزل بالملح وبمرقه وشويه من السكر. يا جماعه كان الرز يتاكل لوحده ما شاء الله. جربوا الطريقه دي بقت بجد يعني اكتر حاجه اتاكلت وخلصت الرز. وهنحط الميه، وطبعا بقى نسيبه. انتوا عارفين الرز بتعمل ازاي، تشرب شويه نوطي عليه ونسيبه يستوي براحته. تعالوا بقى نعمل هنا السي فود. حته سمنه مع شويه من الزيت ومعلقه من الدقيق، ما نكترش عشان هي مش بشاميل. احنا عايزين بس يعني يا دوبك تقل بسيط قوي في الشوربه، واللبن ما بقاش كتير لان مش هي شوربه بلبن، هي بس نديها لون. ونكمل الباقي بالميه. ونحط البهارات: مرقه، توم باودر، وملح، وشويه من الكمون. لو انتوا بقى عايزين تحطوا فلفل اسمر حطوا، بس هي عشان شوربه سمك فلازم الكمون معاها. والشوربه عشان مش كتير فاحنا مش هنزود في اللبن ونزود في الميه. وندوق الملح بتاعها ونظبطها. اول ما نديها غلوه ندفع عليها ونسيبها تستوي عشان ما تهريش. لقلي السمك عندنا طبق اهو فيه ميه والدقيق، حطينا فيه الكركم عشان يديها لون، وعشان الزيت يتحمل معانا القلي للاخر فبنغطسه في الميه عشان ما يتبهدلش ويتحرق معانا. بصوا بنعمل يعني عملت معاكم سمكه كده وسمكه كده عشان اوريكم القلي بيبقى ازاي. تعالوا بقى نعمل هنا بعد القلي نعمل صينيه الصياديه. بصل متقطع جوليان مع الزيت او السمنه، ومنقطع معاها فلفل. اول ما يتشوح
ننزل بقى معاهم بالدقه اللي انا قلت لكم هنستعملها كلها، الاكله كلها من الدقه دي. بطشه الخل كانت فظيعه. ننزل معاها بنص كوبايه من الصلصه ومعلقه من معجون الطماطم، ونسيبهم يتسبكوا شويه. وهنا طبعا لازم الشبت وبقدونس وكزبره، حاجه بسيطه مش كتير. وننزل بشويه من الكمون وشويه من الكزبره، وبرضك ندوق الملح بتاعها. بص اول ما اتسبكت هننزل بالميه. لازم الحاجه تتخدم، اول ما تخدميها الصراحه الاكل هيطلع معاكي تحفه. هننزل بالسمك البياض اللي احنا قليناه ونقلبه على الجنبين كده. وهنيجي بالبسالية نحطه في كيس او في علبه محكمه بالغطا، ونحط فيها دقيق، ولازم الغطا، ونقعد نرج كده بالمنظر ده عشان تتغلف كلها. ونجيب طبق وننزل الدقيق الزياده، ونحط في طاسه ما تبقاش درجه حراره عاليه، تبقى متوسطه وما تقلبوش كتير. اول ما خدت غلوه نقلبها على الوش التاني وندخلها الفرن. هي مستويه، هي بس يا دوبك تدي حمار وشكل كده ونخرجها. هنا بقى نجيب الاستاكوزا، نحط عليها شويه معلقه معجون طماطم مع شويه من الدقه دي برضو، ونفتح ونحط من جوه، وبنغرقها عشان البخار بتاع الدقه ياخد من ريحتها، ونحط برضو في الفرن. بص بقى المنظر ده كان جميل. ده بحسه ان جمبري الغلابه، يعني كان من ضمن الحاجات برضو اللي خلصت في الاكل. يعني اول حاجه خلصت في الاكل هي. وهنيجي السلطه برضو هنستعمل نفس الدقه، نحط معلقه صغيره معاها شويه خل وشويه الميه، ونقلب وندوق الملح بتاعها عامل ازاي. والطحينه برضو هنحط طحينه عليها الدقه. الدقه دي جميله حتى في الكبده، حتى في اللحمه، اي مشاوي، حتى في الفراخ، مش شرط السمك بس، انا بعملها على طول. وممكن في الفول، يعني في الفول برضو مع، بصوا اي حاجه اتحطت معاها الدقه دي جميله جدا. وبكده نكون خلصنا الاكله الجامده بتاعتنا دي بالدقه، عملنا بيها كل الاكل ده النهارده. وما تنسوش الحركه بتاعه الرز، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوس على زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.